هذا هو ابن بركان، السي حمزه قطوسي، اللي رد الفعل ديالو الخروج ديالو من النهضه البركانيه، اللي مشى للاتحاد الاسلامي الوجدي، اللاعب اللي كان احسن اللاعبين اللي غادي يكونوا في الظهير الايسر للنهضه الرياضيه البركانيه. حصه محزنه مع هذا اللاعب الجميل. شوفوا معنا الفيديو وشو غادي يقول. لا لا معيد الشباني ولا الاداره تاع بركان ولا الفريق الاتحاد الاسلامي الوجدي، وحتى المقابله ديال المولودين الوجدي ديال الاتحاد الاسلامي الوجدي والرجاء البيضاوي اللي فاز فريق الرجاء. غادي يعطينا التفاصيل ديالهم. دخلوا من الرفيق وغيتشوفوا التفاصيل كامل ديال هذا اللاعب الشاب حمزه القطوسي. هادو هما اللاعبين ديالنا اللي كان بينيهم وكان ضيعهم. تحياتي لكم مع رفيق. شوفوا معنا الفيديو. استاذ فوق، وحتى حنا شرف كبير راك معنا، وكنتسائلوا على حمزه في الرجاء. حمزه قطوس ابن مدينه بركان، اللاعب الواعد، اللاعب اللي كنا نقولوا غادي يكون الخليفه ديال محمد عزيز، الخليفه تاع النمساوي، ظاهر ايسر في المستوى العام. واش هو المشكل اخويا حمزه؟ ولينا نشوفوك المكانه ديالك ما كانش في النهضه البركانيه، ونشوفك الاتحاد الاسلامي الوجدي، وكنت احسن اللاعبين اللي كنت في النهضه البركانيه. انا كان تفرجت لك وشفت ماشي مره ماشي جوج احسن اللاعبين. السي حمزه كنشوفوك في الاتحاد الاسلامي الوجدي. بالنسبه اخويا رفيق لهذا العام بديت بريباراسيون مع نهضة بركان كما عارف الجميع. بديت معهم في الرباط، الحمد لله درنا ماتشات اميكال كنا مزيانين الحمد لله. صافي كنت مع المدرب وصوناو لي الاتحاد الاسلامي الوجدي، صوناو لي الكوتش سيمو اللي كان في لازاري عرفتو، صوناو لي اتصل بيا قال لي الا بغيت تجي معنا العام هادي يعني تسيني معنا وتعاوننا ومنها تلعب ماتشات. صافي تما كنت تواصلت مع المدرب معين الشعباني، قلت له راه بغيت نخرج بريطي وهادي، وبصراحه تقبل الراي ديالي. قلت له راه باغي نخرج للعب هادي، قال لي مزيان اولدي، قال لي انا بغيت بحال هكا، قال لي صافي سير اللي يسهل عليك. جيت انا خويا رفيق لعبت ماتشات الحمد لله، دابا كنحس براسي مزيان الحمد لله. هادشي اللي كاين. حمزه لو كان كما نقولوا الفريق كان باغي حمزه يبقى في الفريق، ما غاديش تمشي للاتحاد الاسلامي الوجدي، يمكن تمشي للفريق اللي احسن. لحقاش انا ديجا عارف كان عندك عروض الفرق كبيره في المغرب اللي ما نجمش توصل باش تمشي، ما نجمش انت تمشي. الاداره هي اللي تحكم في، هي اللي تحكم في حمزه، هي اللي يكون العروض هذه تحكم عند الاداره. ولكن اللي كنشوف السي حمزه الاتحاد الاسلامي الوجدي بزاف ديال اللاعبين اللي مشاو كما فات فيها محيو، فات فيها مصلي، فات فيها العديد اللاعبين. ولكن من بعد دوك اللعابه خويا قطوسي ما كنشوفوش، ما نشوفوش دوك اللعابه، ما شفناهمش. وقيلا مصلي في سيدي سليمان، محيو هنا في اوروبا، وعديد اللاعبين. بالنسبه لهاد القضيه خويا رفيق، كاين اللي كيجي هنا كاين مثلا كيخرج في بريطي، كاين اللي كيلعب كاين اللي ما كيلعبش، فهمت على حسب الظرفيه. دابا الا خرجت في بريطي خويا رفيق خصك دير ماتشات ان شاء الله باش من تولي الفرقه ديالك تكون واجد، فهمتنا خويا رفيق؟ وي باش تكون واجد في بريباراسيون ديال كلشي. الا كان المدرب مقتنع بك اخويا رفيق ومعول عليك كما نقولوا داخل في الاوراق ديالو، راه غادي يخليك 100% غادي يبغي يلعبك. بصح كما نقولوا الا ما كنتش تلعب في هذيك الفرقه اللي مشيت لها بريطي وليت للفرقه والمدرب ما مقتنعش فيك، راه ما تقدرش تلعب في فرقتك اخويا رفيق. ولكن حمزه انت لاعب شاب، اللي كنت واقيلا كنت كونفوكا مع المعيد الشباني السنه فريطه، مع المدربين اللي فاتوا يمكن الكرمه. كنت نشوف كان في اللائحه تاع الفريق ما كناش نشوفوا فرص كما اللاعبين اللي جاوا هذه السنه. كتلقى كاين شي لاعبين اللي ما شفناهمش كاع يلعبوا هذه السنه، كاين واحد النسبه قليله في المقابله تجي تفتح لهم فرص يلعبوا. انت اللي واحد اللاعب اللي انا براسي كنت نهضر بك نقول الناس كاملين الاصدقاء والناس اللي كيتبعوا وكاصدقاء صحافه، جبنا لك جوج ديال المواضيع. راه حتى مصطفى بيضو الله يذكره بخير اللي كان يفوت معايا في القناه، راه كان يشوف لي فيديو ديالك، وراه اللعب اللي كان قال لي يقدر احسن الفرق اللي في الكره اللي في المغرب يمشيو لاحسن فرق. علاش دوك الفرص ما كانوش يتاحوا يجيو لك اخويا؟ والله بحالي بحالك اخويا رفيق، انا ما عارفش علاش. كما نقولوا فريق الام ديالي راه فريق نهضة بركان، راه
ما غاديش نبخل عليه، الا عطاوني فرصه ما غادي نبخل عليه حتى دقيقه بهذاك الشيء. المجهودات ديالو غادي نديرهم نقدمهم في التيران. بس حنا الحمد لله ما جاتناش الفرصه خويا رفيق. ان شاء الله نتمناو تجينا ان شاء الله العام الجاي نوليو فرقتنا ونلعبوا، علاش لا. ايوا ما تحت الناس الفرصه خويا رفيق، ماشي نهايه العالم تولي تدبر على راسك في فرقه اخرى. هادشي اللي كان كما قلت، الفرصه ما جاتنيش هذا العام العوام اللي فات، واخا كنت كونفوكا ما عمرو ما زعما دخلت واحد المره ضد التوارقه لعبت شي 10 دقائق ولا صافي. من تما ما وليتش لعبت. كانت كونفوكيت في الدومي الفينال، كونفوكيت في الفينال ضد المهم الراجل. كنت نشوف وكنت نتسنى تجيك فرصه باش انت تدخل المقابله، تدخل وتلعب ونشوفوا المستوى ديالك في الملعب. انا شفتك في ماتش على برا، شفتك قدمت ماتشات كبار، وسيتو المقابله الاخيره نتاع الرجاء اللي كانت مباشره على التلفازه تفرجنا لها كاملين، شفنا المستوى ديالك. راه بركان انت كتجيب اللعابه بالقسم الثاني، جبنا بالرشيد، جبنا بالتماره، جبنا بالسلا، جبنا بجميع الفرق المغربيه، واللاعبين يتطلقوا. حمدان العشيرمين جا، العربي الناجمين جا، عديد اللاعبين جاوا من بركان بالاسم ديالهم. انت كابن مدينه بركان، ولاعب ماشي لاعب اللي ناقصه فيك شي حاجه، اللياقه البدنيه كنعرف في مستوى عالي، كتريني لا تايم مزيانه، ظاهر ايسر ما عندناش ظاهر ايسر بركان. واليوم كتجيب واحد اللاعب ظاهر ايسر بطنجه، وانت عندك واحد الكنز في المدينه ديالك. حنا ماشي ضد النهضه البركانيه، الحمد لله الفريق ديالنا نموتوا عليه، ولكن يحتاج الوليدات هذو راه ولادنا، وراه حتى هما مساكين نبغيهم الخير، نشوفهم في الفريق الاول وترتاح له فرصه، ونشوفوا حنا بعيننا. لا كان المستوى ديالو ما يصلحش نهضه بركان، حنا الاول نقول هذاك اللاعب راه ما غاديش يصلح النهضه البركانيه، ولكن ديك الفرص اللي ما كنشوفهمش السي التوفيق. متفق معك. بغينا الاداره تاعنا بركان تعطي الفرصه لهاد اللاعبين، واللعابه بزاف قطوسي منك انت من البارودي، من رمضاني اللي راه مسكين هنا، تا ولا بلجيكا اللي كان يلعب مع كرمه مخدم المدير فات معاه البارودي. اللاعب الرمضاني يعاود تا شحال مقابله لعبها في الراه الرمضاني، لعب ضد الجيش، الفريق عادي قدم مقابلات كبار. هاد اللاعبين ما كنشوفهمش في هاد بركان، كنتفاهم هذا الشيء اللي لازم تقول من العامين. كان واحد يقول له قطوسي. بصح الحمد لله خويا خالد، الفرقه اللي جيت لهذا الاتحاد الاسلامي الوجدي كما نقولوا ما بخلوش عليه. عطاوني تبارك الله، لعبوني، عطاوني السميه ديالي، صيفطوني ليكيب ناسيونال اللي ما كنتش زعما مع بركان وما كنتش نفكر نمشي لها. مشيت لها مع الاتحاد الاسلامي الوجدي، صيفطوني ليكيب ناسيونال. الحمد لله ما كيبخلوش عليا باي حاجه، مسانديني في اي حاجه. زعما الحقيقه هاد الناس ما نساش خيرهم واخا ما نعرفش. دوك اخويا قطوس، هذه الحاجه اللي كنسمعوها حنا اليوم. عندنا فريق بمستوى عالي، عندنا اداره مزيانه، عندنا اكاديميه باحسن الاكاديميات في المغرب. الشباب ديالنا عندنا اللاعبين ديالنا. حنا اذا كان عندنا واحد 24 لاعب ولا 23 لاعب، ندفعوا واحد اللاعب والبركان اللي كان عنده المستوى يستحق يلعب. ماشي اي لاعب نجيبو نحطوه في الملعب اللي غادي يستحق. انا حمزه كي نهضر معاه هنايا، راه ماشي زعما راني غير طلعته باش نهضر عليه ولا. حمزه نعرفو، تفرجت فيه. راه مقابله حمزه تفرجت المقابله ديالك، كان معك الزمراوي وكان معك مفيد، وكانوا شي لاعبين تاع الجيش الملكي والرجاء. راك اللاعب الوحيد اللي فيه الجون هذيك فاش جات البركان في ديك المقابله الوديه. اللاعب الوحيد اللي بان لي فيه الضوء هو انت، قدمت واحد المستوى عالي. تما كنت تناقشت مع خالد خويا، قلت له هذا اللاعب كيفاش ما يلعبش في بركان؟ قال لي ودي مسكين راه ديما لونتريمون ماشي يكون رسمي، ما ماشي يكون رسمي. هذا هو المشكل اللي كنشوف واحد حمزه يكون اللاعب ماشي في المستوى عالي. الخير اخويا رافع. مرحبا قطوسي، وانت شكرا على الحضور ديالك معايا في هذه الحلقه، فرحتني. الله يحفظك خويا رافع، شكرا بزاف، الله يعطيك الخير. ان شاء الله غادي نشوفك ان شاء الله في فريق عالي كاع، ما تهمش، ما تقطعش ان ليا شاء الله خويا رافع، ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. شكرا. عندك شي فرقه كبيره ولا تبقى تلعب في بركان تيتيا معيط كتصير واحد يديروا شي حلقه تقول لي لا راني. الله يا ودي اخويا رافع، الله يا ودي، الله يا ودي، الله يعطيك الخير اخويا رافع، وشكرا بزاف. الله يحفظك اختي اخويا، مرحبا بك، الله مرحبا، تحياتي لك اخويا. يا مساكين هاد اللعابه والله لا، انا بدا يبقاو فيا بحال هاد اللاعبين هذا، قسما بالله هاد اللاعبين اللي بقاو فيا. اللعابه انا اللي كنت تبعت واحد 4 سنين، هاد اللعابه انا كنت 4 سنين ولا اكثر، وديجا كنت نهضر عليه في الحلقات معايا، ما كانش اللي كان يثيق فيه. لعب لي في المستوى عالي، واليوم كي جات اللقاء تاع الرجاء والاتحاد الاسلامي الوجدي، مقابله كبيره ومقابله رائعه. عاد الناس تقول شنو قطوسي، هذا هو قطوسي.
اللي كان ديك المقابله هو هذا اللي كان معايا في الحلقه. والله ما لقيت ما نقول انا بحال هذا اللاعب ما تلقاش في كان والله الا كان خير بالمستوى قسما بالله كنت تشوف المستوى ديالو والمستوى ديال المساوي والله الا كان خصم بالمستوى دار لنا ديال البركه. وكان فوق محمد عزيز كان يلاشي كنت مشاوي تاعه هذا كان رومباسو ديالو. والله الا كنت شي اجواب ديك بركان ما عرفتش ما فهمتش هاد ولاد البلاد ديما كنضيعوا. هذا مسكين هو كما هضرنا على الدريسي كان احسن ظهير ايمن في بركان اللي لعب مقابلات مع الجواني وقدم مقابله رائعه. فين راه الدريسي كيقرا في الناظر فين الناظر محيو احسن لاعبين في وسط الميدان اللي كان يصنفوه بالسفري تاع المغرب. فين راه محيو رمضان بقوة التصويت العظيم مسكين جا كاع بلجيكا وحتى يمكن نسمع بلجيكا ولات معاه هادشي كامل. فريق الأم ما عطيكش فرصة أكاديمية ومصاريف جيب اللعبة من برا قلت اللعبة تما ما كتلعبش. فين الإدارة ناجحة أنا ماشي ضد نقول لكم راه ناجح دينا البطولة دينا كاس العرش طلعنا الله فين تاع كاس الكاف. عطيني بغيت نعرف الاداره ديال بركان 13 سنه 14 سنه في القسم الاول وعلى الاداره فوزي القجاب حكيم بن عبد الله مادران بجميع المكونين في النهضه البركانيه. عطيني شي لعب طلعتوه في النهضه البركانيه بالسبور بالصوار للفريق الاول يلعب اليوم تيتينا. عطيني شكون هاد اللاعب اللي طلعتوه الا كانت مدرسات ومصاريف وبزاف تاع الروينه. عطيني شي لعب طلعتوه هذوك نشوفوا في الفريق الاول حجي في الروم بلاصه مرة يلعب مرة ما حجي كيخدم لك مقابلات كبار ما كتلعبوش تيتيزا. حجي العام فايت كان هو خيري كيف حجي كان يقدم مقابلات رائعة مع السنة الفايتة مركي أهداف ومقابلات رائعة. فين راه الحجات فين الحجي فين بلال كمال حارس التروازية في النظام البركاني. عطيني شي مقابلة شفتو فيها. بكر الهلالي تقولي بكر الهلالي فين راه بكر الهلالي خرج بركان فين ولكن يمكن مشاش خريبكا ومشاش الجديدة ومشاش الوداد ومشاش لطنجة ومشاش الفرق هادو كاملين ما غاديش نشوفو باقي في النهضة البركانية ووجه محمد بن رابح استيعاب بين المولودية الوداد الطوب سكنسين في الوداد كابيتان تاع الوداد رجع لبركان تحت مشاكل مسكين اسمح لي في الكورة. نتوما جايبين تما محمد عزة عتيبي سمعنا في بركان تما سمعنا وفي التالي كملتو به صيفطوه يدرب النهضة البركانية اللي خرج علينا مع الكرم. ما فهمتش واش كتقولوا دوك صحاب النحيس ما فهمتش انا ما بقيتش فاهم وشنو كيبغيو دوك الاداره ديالنا دوك النظام ما فهمتش. تجي تقول لي القاب كاين الالقاب ولكن اللعبه كيما هذه يديروا حشومه يديروا والله حشومه يديروا. خلينا بالالقاب هضرنا على الالقاب هضرنا على كل شيء نهضروا فيه. الحمد لله القناه هذه راه كما كتعرفوا راه كتجيب نجوم كبار ماشي مستاهل تجيب عز الدين اي جودي ماشي مستاهل تجيب فهمي ماشي مستاهل تجيب بيضودان وماشي نتوما كبراك حتى نتوما اللي كتبعوني نتوما حتى البارطاج ما كدير الناس كتبع اللايك والله ما كيبارطاجي انا كنشوف كلشي يعني نشوفك هنا وحازتك هنايا وهذه كتوصلني